السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، غادي نشارك معكم كيش كيجي أكثر من رائع، وصفة سهلة وناجحة. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم المحفزة. وبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. وفي بول غادي ندير 100 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. غادي نزيد ملعقه صغيره ديال الخردل يعني المطارد، القليل من الثوم مجفف والبصل مجفف. هادو اختياريين، كان متوفر عندكم غير الثوم مجفف بوحدو كتكتفيو به فقط. نصف ملعقه صغيره من الملح، بطبيعه الحال الملح كيبقى على حسب الذوق، وثلاث ملاعق كبيره ديال زيت نباتيه. وكنخلط هاد المكونات جيدا حتى كيوليو بهذا القوام. الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه باش هكا تكون كريميه. غادي نضيف ليها نصف كأس ديال النشا يعني مايزينا، ما يعادل 50 غرام. كنخلط هاد المكونات جيدا حتى كينسجموا. بالنسبه للنشا كتخلي لاباط كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت هشيشه، يعني كتعطي نتيجه اكثر من رائعه. من بعد غادي نضيف بيضه واحده وكنرجع كنخلط الكل حتى كينسجموا. من بعد غادي نضيف القليل من خميرة الحلويات. غادي تشوفوا معايا الكمية هي رأس ملعقة صغير، يعني كمية اللي قليلة. كنرجع نخلط الكل. من بعد غادي نبدا كنضيف الدقيق الابيض. هنايا عندي 250 غرام من الدقيق الابيض، انا هكا عبرتها لكم بالكأس باش تشوفوا. فعندي 2 كؤوس وربع، والكأس ما تيكونش عامر بزاف هكا باش يلاه كيدير 100 غرام، يعني كل كأس فيه 100 غرام والربع فيه 50. صافي وكنبداو كنجمعوا العجين. الحاجه اللي مهمه هنايا اننا العجين ما كندلكوهاش نهائيا، كنجمعوها باطراف الاصابع فقط بدون دلك. وهنايا الا ما تجمعاتش لكم العجين كتقدروا كتضيفوا ملعقه كبيره او 2 ملاعق على حسب الكميه اللي غادي تحتاجوا ديال الماء. ماء عادي من الصنبور، ضيفوا الملعقه الاولى هكا كبيره وجمعوا. انا شخصيا ما ضفتش الماء، صافي جاوني هذوك المكونات هما هذوك، ولكن بطبيعه الحال راه الحجم ديال البيض كيختلف وحتى النوعيه ديال الدقيق، يعني اللي استعملات بيضه كبيره ماشي هي بيضه صغيره. صافي كنجمعوا العجين وكنلفوها في البلاستيك الغذائي وكنديروها في الثلاجه. وهنا غادي نبدا كنوجد في الحشوه. في مقلاة غادي ندير القليل من الزيت، اما زيت الزيتون ولا زيت نباتي اللي بغيتو. غادي نضيف واحد 2 حبات كبار ديال البصل اللي هكا مشلطين، وغادي نخلي هاد البصل كتشحر حتى كتنزل. كنبقاو هكا مره كنحركها حتى كتبان ليا ولا عندها هكا هاد اللون الذهبي. هنا غادي نضيف كميه ديال الفطر، الا كان عندكم طري من الاحسن، كان عندكم معلب فاستعملوه. انا شخصيا كان عندي هنايا غير الفطر معلب اللي قطعتو هكا مكعبات صغيره وضفتو لهاد البصله، وغادي نخليه حتى هو كيتشحر واحد شويه مع هاد البصله. ومن بعد غادي نضيف كميه ديال صدر الدجاج اللي قطعته من قطع يعني صغيره، مكعبات صغيره. 2 فصوص كبار ديال الثوم مفروم، الا كان عندكم حتى الثوم مجفف كتقدروا ديروه، انا درت الثوم هكا اللي طري. وبالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاسود، بابريكا، الكركم، الزنجبيل والملح اللي غادي يبقى على حسب الذوق، وعندي التوابل ديال الدجاج. صافي وكنخلط الكل حتى كينسجموا، وغادي نخلي الحشوه حتى كطيب تماما، يعني نخليوها كطيب على خاطرها. ملي كطيب الحشوه صافي كتكون واجده. اخر حاجه غادي نضيف هي ملعقه صغيره ديال الخردل يعني المطارد، ملعقه كبيره مملوءه ديال المعدنوس اللي مقطع رقيق، ملعقه كبيره ديال صلصه الصويا، وملعقه صغيره ديال الهريسه او صلصه حاره كتبقى اختياريه. انا ضفت هكا ديك المعلقه صغيره، راه ما جاش حار، غير كتعطي مذاق اللي زوين. وانتم الا ما بغيتوش راه ما كتضيفوش الحار. صافي كنخلط هذوك المكونات صافي وكتكون واجده، يعني هاد المكونات كنضيفوهم هما اخر حاجه. صافي كنطفيو وكنرجعوا هنايا لاباط. صافي غادي نبدا هكا كنبسطها فوق ورق الطبخ، ما درت ليه لا دقيق لا والو. صافي وغادي نديرها
في المول ديالي وغادي نقاد. المهم الفيديو شارح نفسه. غادي نقاد ليه هكا الجوانب ونحيد الزائد. من بعد غادي ندير فيه ثقب، يعني غادي ندير ثقب في العجين من جميع الجوانب، غادي ندير في الوسط وندير حتى في الجوانب، ضروري كنتقبوا هكا. ومن بعد غادي نحتفظ بها في المجمد بين ما بردات الحشوه، وديك الساعه نجبدو من المجمد، يعني غنديروه في المجمد ماشي في الثلاجه انما في المجمد بين ما بردات الحشوه، وعاد غادي نكمل التحضير. هنا ملي غادي نبغي نكمل التحضير ديال الكيش، غادي ناخذ هنايا 3 الحبات ديال البيض، غادي نضيف 200 ملي ديال كريمه الطبخ ما يعادل كأس ديال العنبه، واللي ما متوفراش عندها الكريمه ديال الطبخ كتعوضوه بعلبه ديال الياغورت طبيعي، يعني ياغورت طبيعي بدون سكر. غادي نزيد ملعقه كبيره مملوءه جيدا ديال نشا الذره يعني مايزينا، القليل من الثوم مجفف والبصل المجفف اختياريين او لا تضيفوا غير واحد فيهم، نصف ملعقه صغيره من الملح، بطبيعه الحال الملح كيبقى على حسب الذوق، وملعقه صغيره ديال المعدنوس مقطع رقيق، وعندي 4 غرام من خميره الحلويات. صافي وكنخلط هذوك المكونات جيدا حتى كينسجموا. هنا غادي ندير الحشوه، غادي نوزع الحشوه بطبيعه الحال كتكون بردات تماما بارده، غادي هكا نقادها، ومن بعد غادي نوزع الخليط من الفوق. في هاد الوقيته هادي راه شعلت الفران باش غادي يسخن على 180 درجه، وكنشعلو من الاسفل فقط. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، الا بغيتو تعوضوا الصدر ديال الدجاج باللحم مفروم يبقى لكم الاختيار، والا بغيتو تزيدوا حتى الزيتون الاخضر اللي تقطعوه مكعبات صغيره راه حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين. صافي دابا غادي ندخلو الفران سخون من قبل على 180 درجه من الاسفل فقط. انا خليته لمده ديال 45 دقيقه، صافي تيكون هكا محمر حتى من الفوق، راني ما شعلتش عليه الفوق نهائيا، خليت غير لتحت وراه هكا كيتحمر هكا من التحت مزيان. وانا راه ما عنديش الفران ديالي ما فيهش المروحه، يعني انا قلت لكم 45 دقيقه، ولكن غادي تبقى على حسب النوعيه ديال الفرن اللي عند كل سيده. ملي كيبان لكم صافي طاب كنخرجو وكندير هكا من الفوق كميه ديال الجبن مبشور، وكنرجعو الفران غير باش كيذوب هذاك الجبن من الفوق. صافي ومن الفوق زدلو هكا واحد رشه خفيفه ديال المعدنوس، وكيجي هذا هو الشكل ديالو. هكا غادي نقطع باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي رائع بزاف، كيجي لذيذ. وكيف ما شفتوا معايا ساهل في التحضير، انا شاركت معكم الطريقه ديالي، كنتمنى تجربوها وتعجبكم.